السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا جمبري على النت، لا شفنا ولا شفناه، فقلنا نطلب ونجيب ونجرب. ولما جالنا وصل لنا بالسلامة لقيناه صغير خالص. قلت بس ده انا هعمل بيه جمبري بانيه، ما ينفعش حاجة تانية خالص. وده بعد ما اتقشر لدرجة ان احنا كنا هنرجعه تاني، بس انا قلت لا نسيبه، هعمله كفتة جمبري. اي نعم متعب في التقشير شوية، بس اهو اتعمل والحمد لله. جبت طبق غويط وحطيت فيه الجمبري وفتحت عليه المية، واقعد اقلب في ايدي كده لحد المية السودا بتاعته ما تنزل. كذا مرة قعدت عملت كتير قوي 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 لحد لما تلاقي المية بتاعته زي مية نازلة من الحنفية بالظبط. وشوية ملح مع عصرة ليمونة وارمي فيه قشر الليمون. بعد كده طلعته وصفيته، ما قعدتوش المية كتير عشان بيبوش، بيبقى وحش جدا. وسيبته يتصفى براحته خالص. بعد كده جبت الهون، هندق الجمبري فيه، بس ما تحاوليش تهريه قوي، حاولي تخلي الجمبري فيه واضحة وانتي بتاكليه كده قراص. بيبقى الطعم حلو قوي لما تلاقي فيه الجمبري صحيح شوية، مش كله مهروس. ممكن تضربيه في الكبة، بس انا زي ما قلت لكم مش عايزاه يتهرس قوي، عايزه الجمبري فيه يكون جمبري صحيح، يكون تحت ايدك افضل. وهنا كنت مقشرة نص راس تومة. انا هنا مقدار الجمبري احنا كنا جايبين كيلو، يعني هنقول صفصف بعد التقشير على نص كيلو او 3/4 كيلو بالكتير قوي قوي، ممكن كمان ما يوصلش 3/4. ما علينا. جبت نص راس تومة وقشرتها وفرمتها، ولسه شغالة في الجمبري. وهنا الراجل يعني من التعب اغمى عليه، وفوقته التوم جنبي فوقته بيه تاني. تمام كده كنت خلصت الجمبري خلاص. طبعا ما تسيبوش نقطة كده في الهون، ده جمبري لازم كله ينزل في الطبق. بعد كده بقى احطه في بولة عشان هتبله. حطيت عليه نص راس الثوم اللي انا فرمته، عليه معلقة صغيرة من الملح، وحاولي ما تكتريش الملح عشان ما يبقاش حادق في التتبيلة. ومعلقة من الكمون، معلقة صغيرة ممسوحة، وربع شطة وحسب ما تحبي وحسب ما معدتك تستحمل. وقلبي البهارات مع الجمبري كويس قوي. زي ما قلتلك حاولي ما تكتريش من الملح عشان ما يحدقش معاكي في التلاجة، حسب المدة اللي انتي هتسيبيه في التلاجة. لو هتسيبيه مدة كبيرة ما تحطيش معلقة كاملة صغيرة من الملح، حطي مثلا 3/4. لو هتعمليه على طول معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. وحطيت معلقة صغيرة من بهارات السمك وعليه مستردة. المستردة دي بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. وعلى فكرة انت ممكن تكوني في غنى عنهم تحطي ملح وكمون وشطة، بس ممكن في غنى عن بهارات السمك والمستردة. وهنا حطيت معلقة كبيرة من الدقيق عشان الجمبري يمسك معانا وما يفكش في الزيت. وممكن تحطي مكانه معلقة كبيرة من الرز المطحون. وغطيته بقى ودخلته التلاجة. وهاتي ربطة بقدونس وقطعيها صغير. انا حطيت البقدونس على الجمبري بعد ما طلعته من التلاجة، عادي مش هتفرق. سواء قطعتيه وانت بتتبليه عادي، بعد ما تبلتيه وطلعتيه خلاص على التحمير برضو عادي، مش فارقة. اهم حاجة يكون في الجمبري قبل ما يتحمر، يكون الجمبري متحمر بالبقدونس عشان هو ده اللي بيدي الطعم. وجبت الجمبري بعد ما تبلته وحطيت عليه البقدونس، وقلبي الجمبري بالبقدونس كويس قوي. طريقة سهلة جدا واخدتش مني وقت وطعمها حلو قوي. انا قلت اصبعها معاكم عشان تشوفوا قد ايه العجينة متماسكة. الحمد لله ما فكتش مني في الزيت نهائي، عشان معلقة الدقيق دي بتخلي عجينة الجمبري تمسك. وهذه طاسة او مقلاية حطي فيها شوية زيت صغيرين وسخنيهم كويس قوي، طبعا على نار عالية. وانت بتسخني الزيت قبل ما تحطي الجمبري هدي النار خالص عشان ما تطرطش معاكي والجمبري يتحرق. اهو شايفين عملت واحدة في الاخر، لقمة هنية تكفي 100 ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. شايفين تحفة 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 بجد.
طبعا يا جماعة انا كنت عاملة واحدة بس بجرب بدوقها، محتاجة ملح شوية ولا كده تمام؟ انا عامة كده في الكفتة اي حاجة بتبلها بحمر حاجة بسيطة منها بشوفها محتاجة ملح ولا كده تمام. هنا بقى العيال لقيتهم لسه جعانين، قمت مطلعة باقي الكفتة وقلت ان شاء الله ما عن حد حوش. يلا، وزي ما اتفقنا نهدي النار عليها شوية عشان تستوي معانا كويس. وهنا بعد ما طلعت من الزيت طبعا بنصفيها كويس قوي، عايزة تطلعها على مناديل او ورق الاكل زي ما تحبي خالص عشان الزيت ما يبقاش فيها. وعملت جنبها طحينة وبطاطس، بس البطاطس كانت لسه مخرجتش من الاير فراير. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله وتاكلوها بألف هنا وعافية. باي باي. بعتذر عن الخطأ. باي باي.